أنا والدة زكريا محمد المناخلي. هو مريض قلب، عامل قبل كده عملية قلب مفتوح رباعي فلوت، وهو الوقت محتاج عملية تانية، تركيب صمام بشري. واحنا رحنا تبع التأمين الصحي، رحت مستشفى بورريش، ومستشفى بورريش حولتني على مستشفى مجدي يعقوب، ومستشفى مجدي يعقوب اتصلوا بيا وقالوا لي الورق ما اتقبلش. ما اتقبلش ليه؟ قالوا لي احنا بنبلغك ان الحاله ما اتقبلتش عندنا علشان عندنا ضغط حالات. يعني ايه عندهم ضغط حالات؟ انا ابني بيموت مني في اليوم كذا مره بسبب وطوه ضغطه. ابن حضرتك عنده ايه؟ ابن حضرتي عنده ارتجاع في الدم، الصمام اللي بيضخ الدم في القلب في ارتجاع. طيب حضرتك كشفتي عنده عند دكاتره، عند ايه؟ عايزين نتكلم عن خطه علاجه من الاول. خطه علاجه من الاول من اول بقى المعاناه لغايه دلوقتي، من ساعه ما انت اكتشفت تعود. هو تعب ووديته مستشفى بورفؤاد وضغطه كان واطي خالص، ورحت علقت له محلول. الدكتور في المستشفى قال لي اعملي لي تحليل صورة دم كاملة. عملت تحليل صورة دم كاملة، قال لي نسبة الأنيميا ما تستدعيش وطوه ضغطه. ضغطه بيوصل لكام؟ ضغطه ساعات بيوصل ل 45. رحت عملت له، قال لي انا عايز ايكو على القلب، واداني اسم دكتور اسمه تقريبا وائل صبيح. انا معايا الايكو اللي هو عمله له. عملت قبل ما اروح له، قلت برضو ابقى جاهزه، انا ما كنتش اعرف ان الدكتور دون عنده ايكو. رحت عملت له ايكو في الدليفرام، وبعدين رحت كشفت عند الدكتور ده. هو بيجي من مصر كل خميس. قام قال لي هو عنده ارتجاع في الصمام اللي بيضخ الدم في القلب واسع، فلازم له عملية تانية، وخديه وسافري بيه بسرعة على مستشفى بورريش تبع التأمين. جهزت له أوراقه وأخدته وسافرت، ورحت لجنة القلب، كتبوا له على إشاعة متعددة المقاطع. رحت عملتها وقالوا لي كانوا هيكتبوا له علاج. لما عرفوا ان الضغط بتاعه بيوطى، قامت الدكتوره شطبالي على العلاج تاني، وقالوا لي ابعتي الورق كله على مستشفى مجدي يعقوب، لان هو عايز وصله بشريه، والوصله البشريه دي صمام في القلب. العمليه تكلف كام؟ مش عارفه بصراحه. هو الدكتور قال لي الصمام لوحده مش متوفر في مصر اصلا، ومش متوفر عند اي حد اللي عند مجدي يعقوب، لان مجدي يعقوب هو اللي بيجيبهم من بره، وهو راجع من بره من السفر. بس قمت بعت الورق كله على مجدي. الدكتوره اجت تكتب له على العلاج، قامت شاطبه تاني بعد ما كتبته، قامت شاطبه على العلاج تاني علشان هو ضغطه بيوطى. قالت لي ما اقدرش اديله علاج بدل ضغطه بيوطى. بعد كده قالوا لي ابعتي الورق كله على مستشفى مجدي يعقوب في أسوان بالبريد الدولي المستعجل. بعته بعدها باسبوع اتصلوا بيا من مستشفى مجدي يعقوب وقالوا لي ورق زكريا ما اتقبلش. ليه بقى؟ قالوا لي عندنا ضغط حالات. قلت لهم طب اعمل ايه؟ يعني هو ما اتقبلش اعمل ايه؟ اسيبه يموت؟ قالوا لي احنا بنقول لك بنعرف حضرتك ان الورق ما اتقبلش ولا تأجل، يعني هو اتلغى خلاص. ما اتقبلش خالص في المستشفى، يعني ولا تأجيل ولا دور ولا اي حاجه. فانا مانيش عارفه اعمل ايه. كلمه من حضرتك للمحافظ والمسؤولين في بورسعيد. ان انا يعني بطلب منهم ان هم يساعدوني. هو ابن البلد، لو اهل البلد ومحافظ البلد ما وقفش جنبي وساعدني، مين اللي هيساعدني؟ هو ده اللي انا عايزاه، ان هو ده طفل، ده هو تعب في عز امتحاناته، وهو شهاده اعداديه وجاب طبعا يعني مجموع، مش بس هو سلامته عندي بالدنيا. انا اهم حاجه عندي ان العمليه بتاعته تتعمل. لو محافظ البلد ما وقفش جنبي وساندني، مين اللي هيساندني؟ شكرا لحضرتك. مدام انا عايزه اقول لحضرتك حاجه. دلوقتي في ظل رمضان، اخر
كلمه منك لمسؤولين بورسعيد. سعدوا زكريا. انا عايشه وبتنفس النفس اللي بيطلع مني عشان ولادي، ما اقدرش اخسر واحد، ما اقدرش اخسر زكريا. أنا اسمي زكريا محمد المنقي، نفسي أعمل عملية. قول لي يا زكريا، نفسك تطلع ايه؟ نفسي أطلع ظابط. نفسك تطلع ظابط؟ نفسك لما تعمل العمليه، يعني لو عملت العمليه تقول ايه للمحافظ؟ أقول له شكرا. طب قول للمحافظ كلمه قبل ما تعمل العمليه. أقول له ساعدني أعمل العملية. كلمه منك لمامتك. ربنا يخليها لي.